ليفربول يكتسح باير ليفركوزن 4-0 وينفرد بصدارة ترتيب بطولة أبطال أوروبا، وميلان يحقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1، والمان سيتي يسقط أمام لشبونة بأربع أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة وتعال نشوف. ليس شرط أن تسجل أهداف لكي تكون الأفضل. حرفيا محمد صلاح أصبح أكثر لاعب متكامل في العالم حاليا، ليجعل ليفربول في صدارة الدوري بكل استحقاق وصدارة أبطال أوروبا بكل استحقاق. ليفربول هو أفضل فريق في العالم حاليا. ليفربول يفوز بنتيجة 4-0 على ليفركوزن بملعب الإنفيلد، وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 12 في صدارة جدول الترتيب بدوري أبطال أوروبا، حيث حقق العلامة كاملة من 4 انتصارات من 4 مباريات. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، شوط كان ممل وما فيش ولا هجمة، والشوط الثاني سجل دياز هاتريك الذي حصل على رجل المباراة في الدقيقة 61. جون جميل بتمريرة رائعة يضرب خط الدفاع، ويسجل لويس دياز الهدف الأول بلمسة رائعة من فوق الحارس بتمريرة في غاية الروعة من جونز. أرني أسلوت لما لاعب دياز جناح عكس الشوط الأول قدر يستفيد من الأطراف، ثم هجمة جميلة من ناحية صلاح يعمل أسيست يدرس برفعة جميلة يسجلها جيكوب، هدف الأسبوع من وجهة نظري. شوط تاني لليفربول ولا أروع، وصلاح مرة أخرى يعمل أسيست التاني لدياز يسجل الهدف الثالث. شوف أسيست صلاح في غاية الروعة، ثم يسجل لويس دياز الهدف الرابع. الشوط الثاني كان ممتع عكس الشوط الاول، لويس دياز يسجل هاتريك ويحصل على رجل المباراه. محمد صلاح 4 مباريات من دوري ابطال اوروبا باربع تمريرات حاسمه ويسجل هدف ليصبح الاكثر صناعه للاهداف في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم. ليفربول هيواجه ريال مدريد في المباراه القادمه، وفي مفاجاه غير متوقعه، ميلان يفوز على ريال مدريد بنتيجه 3-1 على ملعبه ووسط جمهوره. شيء مش متوقع، مفاجاه لينا كلنا. ريال مدريد هو الأقوى، ولكن اليوم ريال مدريد خذل جمهوره عكس ميلان اللي كان عنده روح الجماعية ويسحق الريال. ميلان كان مستحوذ على المباراة حرفيا. المفروض الريال بعد ما خسر الكلاسيكو وفينيسيوس خسر الكرة الذهبية المفروض يرد بقوة على الميلان، ولكن للأسف حدث عكس المتوقع. ريال مدريد عنده مشاكل دفاعية واضحة، وأنشيلوتي المفروض يفوق شوية، ومبابي بيضيع الفرص بغرابة شديدة. الهدف الأول لميلان يجي من ركنية في الدقيقة 11 من بداية المباراة، يسجلها مالك برأسية في غاية الجمال. وهدف التعادل لصالح ريال مدريد من ضربة جزاء لصالح فينيسيوس، ويسجل الهدف فينيسيوس المظلوم، يسجلها بكل هدوء وذكاء. ويسجل ميلان الهدف الثاني في دفاع منهار من الريال، ردت من الحارس ويسجلها موراتا، ويخلص الشوط الأول ميلان منتصر بنتيجة 2-1. وفي الشوط الثاني في الدقيقة 73 يسجل تيانا الهدف الثالث والأخير في المباراة، يسجل هدف في غاية الجمال من بين رجلين الحارس. امبابي حرفيا بيلعب بدون عقل في اللمسات الاخيره. انشيلوتي ضايع مش عارف يظبط الدفاع ولا يدرب اللعيبه على اللمسه الاخيره، خاصه امبابي الذي ممكن يفشل في ريال مدريد بسبب عدم التفكير وانهاء الهجمه بشكل جميل. وانشيلوتي المفروض يلعبه في الاطراف مش راس حربه، ويصبح ريال مدريد في المركز ال 17 برصيد 6 نقاط، وهيقابل ليفربول في المباراه القادمه. وانا شايف ليفربول على الحاله دي هيسحق الريال، وانتر ميلان في المركز الثامن ب7 نقاط. نيجي للمفاجاه الثالثه المش متوقعه برضه، السيتي يخسر من لشبونه 4-1 في ملعب لشبونه. بينا جورديولا كان عطلان اليوم، سجل فودن الهدف الاول في الدقيقه الرابعه من بدايه المباراه بشوطه في غايه الروعه ليضع السيتي في المقدمه، وكلنا توقعنا ان السيتي هيفوز بنتيجه كبيره بعد الهدف الاول اللي جه مبكر في الشوط الاول، لكن حصل عكس المتوقع، ويسجل لشبونه هدف التعادل من انفراد زي ما انتم شايفين، وجوكيريز يضع هدف التعادل من انفراد زي ما هو امامكم. فيكتور جوكريس، احفظ هذا الاسم يا صديقي، لاعب عنده 25 عام، سجل هاتريك في مرمى السيتي، مستوى رهيب في الهجوم وهيكون حديث الصحف، وهينافس عليه الفرق الكبيرة في الانتقالات القادمة. ضيع الانفراد الأول وسجل هدف التعادل لشبونة، ويحاول السيتي وينتهي الشوط الأول بالتعادل ليبدأ الشوط الثاني. اسيست في غاية الروعة يضرب دفاع السيتي اللي ضايع، ويسجل الهدف الثاني عن طريق أراخو، وشبونة يحصل على ضربة جزاء صحيحة ليسجل جو كريس الهدف الثالث لشبونه زي ما انتم شايفين. وهالاند بيحاول لكن ما كانش عنده حظ في المباراة، بيضيع ضربة جزاء بشوطة غريبة في العارضة ليخيب آمال السيتي في تعديل النتيجة.
دفاع السيتي بيعمل غلطات واضحة، دفاع غير منظم ضايع. المفروض جوارديولا يركز على الدفاع ويشوف نقاط الضعف ويشوف استهتار اللعيبة، ويحصل لشبونة على ضربة جزاء أخرى يسجل منها الهاتريك جوكريس. من أجل التاريخ يسجل الهاتريك في السيتي ليفوز لشبونة بنتيجة كبيرة غير متوقعة على السيتي ب4-1 في انهيار تام لدفاع السيتي وعدم التركيز في اللمسة الأخيرة من هالاند الذي ضيع أكثر من فرصة. أكيد غياب رودري لاعب وسط السيتي مؤثر بشكل كبير. مفاجأة هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا فوز ميلان على مدريد بنتيجة 3-1 وفوز لشبونة على السيتي بنتيجة 4-1. السيتي والريال واضح جدا نقاط الضعف في الدفاع واللمسة الأخيرة للمهاجمين. ويتصدر ليفربول جدول الترتيب لدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة من فوز من 4 مباريات، وهيقابل ريال مدريد على الإنفيلد، مباراة منتظرة من جماهير ليفربول لرد الصقر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.